النهاردة بقى هاعمل لكم مخلل خيار هتاكليه تاني يوم، بس بجد طعمه تحفة وطعمه حلو جدًا ومقرمش كده، وهتاكليه مع كل الوجبات اللي أنتِ عاملاها. تعالي أقول لِك النهاردة أنا عملته إزاي بالطريقة الجميلة إزاي، بُصّوا طلع معايا كده مقرمش وناشف زي ما أنتم شايفين، مش مهري المَيّة بتاعته ولا طعمه متغيّر، وكان هو بجد حلو جدًا. وسر قرمشته في المكون اللي أنا حطيته له، وأقول لكم دلوقتي إيه هو المكون ده. بس الأول قولوا لي رأيكم في الفيديو، وشاركوا الفيديو علشان يوصل لأكبر عدد وكل الناس تشوف وتستفيد. ودايما هنزل لكم فيديوهات جديدة وحلوة جدا وشيقة. وقولوا لي رأيكم في التعليقات ايه وانتم منين، علشان دايما اقدم لكم كل جديد. وطبعا انا بكبر بيكم انتوا اللي بتشجعوني ان انا اكمل. كل ما بشوف المتابعين بيزيدوا معايا ببقى مبسوطة جدا وبكمل. يعني بعد ما بيجي لي احباط كده ومش عايزة اكمل بلاقي المتابعين بيزيدوا والتعليقات بجد كلام جميل جدا. إيه، فبرجع اكمل تاني واقول هستمر برضو، وكل ده بفضل الله وبفضلكم انتوا طبعا. شايفين القرمشة؟ بصوا قطمة الخيارة عاملة ازاي، بجد ناشفة كده وحلوة جدًا ومقرمشة جدًا. وتعالوا يالّا نسمي بالله كده ونصلي على الرسول، وأقول لكم أنا عملته إزاي. شوية خيار بقى كده كانوا في السوق كده مع الست كده في السوق، فالمهم إيه قالت لي خديهم، أنتم عارفين أنا جبته بكام؟ جبته ال3 كيلو ب5 جنيه، والله العظيم جبت ال3 كيلو ب5 جنيه، ما تضحكوش عليَّ. المهم إن أنا لمّا جبته كده نضّفته كده زي ما أنتم شايفين كويس. طبعًا الخيار ده بتبقى الكسر بتاع الخيارة في الشكارة زي ما بيقولوا كده وهُم جايبينها. إحنا طبعًا في بلد فلاحين، وباتكلم معاكم طبعًا بكل بكل كده حُسن نيّة. أنا جِبته منها كده، ده ندهِت عليَّ وقالت لي تعالي خديه، ده حلو خلّيه كده وهيبقى حلو أوي. المهم أنا جِبته وقطّعته كده، غسلته حلو وقطّعته كده الحتت اللي هي يعني لونها مغيّر فيها، ونزلت عليه بمَيّة مغلية، ونزلت عليه بمعلقتين بيكنج صودا. بُصّوا بقى يا جماعة، بُصّوا البيكنج صودا بتخلّي الخيارة تبقى مقرمشة وطعمها حلو جدًا زي خيار المحلات وأحسن كمان. وهو ده السر اللي دايمًا خيار المحلات بيطلع ناجح ومسحوب وطعمه حلو جدًا. تمام، البيكنج صودا زي ما أنتم شايفين كده خلّت الخيارة نزّلت المَيّة اللي فيها علشان ما تتهريش أو ما تنعمش منِّك في المخلل. بتسيبيها بقى لمّا المَيّة تبرد خالص، وبعد كده بتجيبي مَيّة وتحطّي عليها ملح وخل فقط لا غير، وبعد كده بتنزلي بالخيار فيها وبتسيبيها لتاني يوم. أنا بقى عندي شوية المَيّة المخلل دول، مَيّة مخلل الليفت اللي أنا عملته في حلقة معاكم قبل كده، وكان عندي زي ما أنتم شايفين وفاض برضه شوية، قُمت حاطّاهم فيهم. بجد الاتنين أحلى من بعض يا جماعة. ودلوقتي هافتح الخيار معاكم وهتشوفوا شكله وحلاوته. بُصّوا أنا على فكرة ولادي ما استنوش إن أنا أصوّره، بجد أنا اتفاجئت لقيتهم واخدين منه واكلينه من حلاوته، والله العظيم رايحين جايين عليه. يا جماعة سيبوا الخيار لمّا أصوّره، اعملي غيره يا ماما وصوريه. زي الفاكهة كده رايحين جايين عليه من حلاوته، حلو